السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح بأول قسط إن شاء الله. تفضل. قسط يحمل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور ممكن أعرف بهجت؟ عندك مرض بهجت؟ نعم. عندك تقرحات؟ وين تطلع التقرحات؟ متفرقة مو دائما ثابتة. أنا صار لي وين؟ تقريبا سنة بهالمرض. وين طلعت لك؟ تطلع مرات بحلقي، مرات باللثة، مرات مكانات، تعرف يعني أنت مكانات الفطريات. حساسة؟ نعم. يعني مكان الشرج؟ لا مو شرط، مرات أي مكان، مكان الإبرة أو مكان العلاج اللي آخذه، مكان الحقنة، مكان أي شيء يمس الجسم يصير لي. طيب. أكثر شيء قاعد يضرب التهاب بالجسم، يزود يعني مرات يصير تورم بالوجه مرات. طيب، التهاب بالجسم يعني هو تورم ولا غير شيء؟ من يصير ورم زايد الدكتورة تقول هذا التهاب زايد صاعد. طيب. أنا مستمرة على شنو مستمر؟ العلاج يعني. ما له مستمرة علاقة على العلاج. ركزي وياي. بس أريد يعني فد أكو شيء نهائي لو ما. طيب بدي اسمعيني، خل أسألك. عندك حالات أخرى، أعراض أخرى غير هذا الشيء ذكرتيه؟ أكو الصداع، أكو صداع؟ النظر ضعاف، هواي أمور. لا، عددي لي ستي. شنو هاي أمور؟ يعني تتعاجزين تذكريها لو؟ لا أنا اللي بفيدك. شوي تحرج فيها لأن بث الناس قاعدة. هاي أعراض مرضية. طيب المرض مو عيب، لمحي لي إذا هيك تستحين مثلا. يعني هي قلت لك أكثر شيء يصير السخونة، العفو، الأكل مرات شهيتي قليلة، الأكل ما مو كلش آكل يعني. شهية قليلة. سخونة شنو تقصدين بها؟ يعني حرارة الجسم ترتفع تقيسيها بالمحرار؟ اي ايش قد توصل؟ توصل يعني من 40 ل 39، ومرات لا تنزل 38. 38 مو نازلة، ما تزال يعني ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 37 واثنين بالعشرة يعتبر ارتفاع. زين. قلتي لي شهية قليلة الأكل، إذا أكلتي شو يصير بالبطن عندك؟ يصير شيء؟ لا ما عندي مشكلة. ما عندك غازات، انفاخ، امساك، لا اسهال؟ بس لا جدا طبيعية، بس الأكل يعني باليوم لو نص وجبة، لو يعني ربع وجبة الصبح وربع وجبة بالليل، يعني يا دوب أغذي نفسي قوة. طيب، يعني ما يصير عندك حموضة، جالي، ارتجاع مريئي؟ يصير حموضة وجالي. طيب ما هاي ممكن يعني ارتجاع مريئي وقولون عصبي عندك تتخلصي منه ستي. بكل الأحوال اللي عندك هو بالحالتين، يعني إذا كان بهجة ديزيز حقيقي أو كان عندك ارتجاع مريئي. هاي الحموضة ارتجاع مريئي، يعني ممكن يسبب نقص فيتامينات الارتجاع المريئي. إذا أنت متابعتني والناس يسمعون هسه راح يقولوا لك إيه تسبب نقص فيتامينات وأملاح ومعادن. هاي ممكن تسبب تقرحات
أيضا ضعف البكتيريا النافعة يسوي تقرحات بالجهاز الهضمي. بكل الأحوال إذا الجهاز المناعي به خربطة معناتها البكتيريا النافعة اللي عندك أو البكتيريا الصديقة اللي موجودة بالجهاز الهضمي متخربطة، يعني ضعيفة أو ميتة، أو يصير نسميها ديسبايوسيس، يعني عدم تساوي بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة، لازم تكون توازن. هذا من يجي من الأكل غير الصحي، وأيضا أسلوب الحياة غير الصحي، وأيضا ممكن يكون عندك توتر نفسي. التوتر النفسي يجي من عدم التقبل. إن شاء الله وضحت عندك الصورة وراح تطبقين وترجعي لي بعون الله تعالى تقولي لي شفيت من الحالة بالحالتين، إذا كان بهجت أو ارتجاع مريء. أشكرك هلا عزيزتي، هلا، مع السلامة. لأنه بهجت أيضا خلل بالجهاز المناعي مثل ما هو معروف، أكيد قالوا لك مرض مناعي اللي عندك. الحمد لله والشكر. صعد قسط آخر. ما صعد القسط. تفضل. صوتك غير واضح حبيبي. مرحبا دكتور، شلونك؟ مرحبا، هلا بيك. دكتور عندي جرثومة معدة. جرثومة معدة. آخذ حبوب يوميا 12 حبة. اي ما له علاقة هذا بالحبوب. قل لي بس الحبوب دمرني يعني. دمرك أنا عاد ليش ما أحب الحبوب وما أحب الأدوية؟ لأنه تقتل الجرثومة منا وتقتل البكتيريا النافعة منا. هسه عرفت أهميتها شنو، هسه حكيت أهمية البكتيريا النافعة الصديق. هاد 6 أيام آخذ الحبوب. الأعراض حبيبي. عندي دوخة عندي دوخة وش اسمه قلع يعني، وتعبان نفسيا ودوخة يعني مو مرتاح فطمرة. أي طبعا أنت تتصور الجرثومة مال المعدة هي اللي سببت لك، وهي الجرثومة عرض حالها بقية الأعراض اللي تشتكي منها جراء التوتر النفسي وضعف البكتيريا النافعة. بس حكيت. مع السلامة. دكتور شلونك دكتور؟ هلا عزيزي، تفضل. صحة. هلا بيك. دكتور أنا عندي أعراض آلام بكل جسمي، بس أحلل يطلع كل شي ماكو، أسوي سونار يطلع ماكو شي، يعني جميع التحاليل سويتها، شوف بس التحاليل أي تحليل أسويه يطلع ما بشي. حبيبي الأعراض الله دكتور صار عندي آلام بصدري ومفاصلي وبطني، وأتقيأ غازات، بس غازات. تريع غازات، مو عمر 21. تتقيأ غازات. تجشؤ ايه بين قوسين سرخان قاعد. صح. ايه دكتور يعني حتى بمفاصلي كلها يعني جميع مفصل يوجعني. قد عمرك؟ هو آلام ببطني وصدري. عمر 21. ما شاء الله، يعني شو كنت لحقت تصير عندك هشاشة عظام. 21 سنة بعدك ما دخلت بالدنيا، توك خليت رجلك. يا عراقي يا عزيزي، هاي كلها من التوتر. على شنو متوتر انت؟ بعدك ما داخل بالدنيا.
ها؟ اي دكتور، يعني صارت بي خوفه اي خوف هاي النتيجة. جاوبني من على النار. السؤال، على شنو متوتر انت قبل هذا؟ عندك توتر قبل الخوف؟ دكتور بدون سبب، ما اعرف، بدون سبب. لا، لازم اكو سبب. انت اللي اذا ارد موجود. اخاف من النار. شوف، ركز وياي. انت اللي عندك عدم تقبل. نعم. لازم تحب الدنيا مثل ما الله كاتب فقط. يختفي التوتر نعم. عندك. مع السلامة. دكتور تفضلي. السلام عليكم. دكتور السلام عليكم. دكتور عليكم السلام، تفضلي. دكتور أنا سبق أنا من المغرب. أنا سبق لي أن تواصلت معك مرة. المشكل لي أنا الآن متقاعدة، أستاذة متقاعدة. أنا لي قلق مزمن. دائما أتابع العلاج مع طبيب نفسي، أدوية. المهم سنوات وسنوات، ولكن صحتي الجسمية كانت عادية، وحتى طبيعة الحياة بالنسبة لي كانت عادية. أشتغل، مرة تحدث لي انتكاسة، مرة أشتغل، مهم أخرج، مهم أعيش حياتي تقريبا بطريقة طبيعية، والقلق يلازمني، عقلي دائما مشغول. حاليا لما هاد السنة بالضبط، المشكل يعرض ليلا. أن لي انزلاق غضروفي، لاحتكاك فقرات الرقبة منذ سنوات، ولكن عشت بهذه الطريقة، لم أكن التشخيصات لأشعر. مالتك، اسمعيني، تشخيصات ما الآن أعطيك دكتور ما يحدث دقيقة. لي. ركزي وياي. أنا شنو نصحتك ورجعتي لي؟ قلت دابا الآن دكتور أكون أخاف يمكن روحي الدواء طبقي. النفسي هو المسبب، لأن النوم أتعرض لتشنج لا، كبير. وقت الشتاء. هل النوم طبقي ما موجود هل بالفيديوهات. وأنا اللي أنصحه غير يطبق ويرجع لي، لو شنو مو لعبة. استغفر الله العلي العظيم. نصعد قسط آخر. السلام عليكم. عليك السلام. شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟ هلا. دكتور عندي نفسي ثقيل شوية، النفس مالتي. كمل بقية الأعراض. والله عندي هيك ثقل بصدري، يعني نفسي من أجره ما يجي كامل. يا عمي أنا افتهمت، أقول لك بقية الأعراض. بقية الأعراض هيك صدري شوية يوجعني من نام رجع. شي نغزني. مع السلامة. آلام. نصعد قسط آخر. عليكم دكتور. اللي أتمنى تركزون على كلامي رجاء. تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور أنا عندي حلقي، أحس بحلقي جاف إيه. ويحرقني، وكان عندي قلق وتوتر. قلق التوتر يسوي لك توقف بالجهاز الهضمي وحامض نعم. المعدة، نعم. والضعيف يصعد للبلعوم، سبب لك هذا الجفاف. صح؟ أيضا أنفي، نحس داخل أنفي. كل اللي يصير بداخل أنفك وكل الجهاز الهضمي سببه هذا الشيء. مع السلامة. يا الله، الحمد لله. ساعد قسط آخر. قال سراج. تفضل. السلام عليكم. السلام. تفضل.
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. لو سمحت أبي أستفسر. عندي وزني ما ينزل بسرعة، وعندي دائما القيلون عندي دائما انتفاخ بطني على طول باستمرار. عدم نزول الوزن والقيلون بسبب التوتر النفسي اللي عندك. واضح. تخلصي من التوتر يروحون الاثنين شغلتين، الوزن ينزل والقولون يرجع يشتغل. مع السلامة. شكرا. هلا بيك. السلام عليكم عليكم السلام. دكتور. الدهونات ما تنهضم عندي، وامتصاص ما بيهن. أي دهونات الصحية؟ شلون عرفت؟ ها؟ شلون عرفت؟ بزاء خروجي أصفر، هذا لا البراز يعني مالتي إنه أصفر. هذا لا يعني ان الدهون مالتك ما تنهضم. غلط. شلون؟ شلون؟ اعطيني بقية الأعراض حتى أفيدك. بس هي هاي يعني ومن ما ناخذ أقدر سكر، أفيدك حبيبي. من ناخذ مشويات، ما تمر، أقدر رز. أفيدك الله وياك. السلام عليكم دكتورنا. عليك السلام، تفضل. دكتور أنا متابعك من زمان، بس البارحة يعني كل المقاطع مالتك طبيت عليهن. دكتور عندي تكرار بالتبول. اي ايش قد حاكين بيها هاي باللايفات وفيديوهات؟ ايش قد حاكين بيها تكرار بالبول؟ ما صادفك فد فيديو تقول كلهن طبيت عليهن؟ شلون اي لحقت والله سويت لك كلهن؟ لايكات وهاي. طيب كل الاحترام لك، بس يعني شلون عجبتني لحقت كلش بيوم والله واحد العظيم. تشوفن كلهن هي 3000 ما قد بالالاف؟ هو بعد اريد اقلب بعد. زين. دكتور انت ما عرفت انت من وين دكتور؟ يا محافظ من بغداد أنا. على راسي، اني من النجف وحاليا بالانبار. شرف فيك. كل دكتور اي والله يعني انا عسكري، ويعني تبول زايد عندي اكثر يعني عندك توتر نفسي حبيبي. التوتر النفسي يوقف الجهاز الهضمي والقولون العصبي، يضغط من ينتفخ يضغط على المثانة مالتك. وعندك التهابات دائما. كلها هاي جراء التوتر النفسي. الله وياك. مع السلامة. دكتور. هلا حبيبي. صاعد قست. تفضل. الو السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور اني اتصلت بيك قبلها وهسه رجعت اتصلت بيك. انا عندي الكنديدة تصير. من اتصلت شنو قلت لك؟ اني ما كنت اعرف عندي الكنديدة، سولفت لك اني كل اللي كان عندي. عندك اذا طبقت اللي قلت لك عليه. لا ما انا يبقى طبقت عندك كلهن لا هسه. الكانديدا ولا غير الكانديدا. شلون دكتور؟ ايش اسوي عشان ما اكرر؟ دكتور بس اسمعني، انا عندي الكنديدة بالامعاء وطبقت اللي جاوبته. المفروض تركزين على كلامي يا عزيزتي، ما اكرراني. احنا اكو ناس قاعدين ينتظرون على نار، واللي يطلع يقعد يسهب بالكلام السلام عليكم. تفضل. شلونك دكتور؟ هلا بيك. هلا. الله يحفظك ويرعاك. دكتور انا 4 سنوات صار يصير عندي الم ببطني، بس من اثناء اكل ورا ساعة يروح الالم من عندي. ارتجاع مريء وقولون عصبي. شنو السبب؟ اروح ياها الدكتور، اروح ليه يقول لي عندك قولون عصبي بس، ويعطيني علاج. التوتر النفسي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي رغبة تجيني ورا الأكل يعني بساعة تجيني رغبة بيضة تطلع. ارتجاع مريء. تمام. عندك. هلا بيك. صحة قسط آخر إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. عندي بنية عندها يعني راجع كلش قوي قد عمرها؟ وشوية سمنة عندها وهاي سمار برقبتها. عمرها قد؟ إذا فوق ال 18 هي 16. لازم تتكلم. 16. اي كلش مستعجلة على الأمراض. ارتجاع مريء هذا عندها. وهاي اي اللخ والله مقاومة ويعني انسولين بطنها يظل. والاسمرار مقاومة انسولين. يعني تحب السكريات يعني والنشويات شنو الحل؟ شو نسوي؟ تاكل أكثر من طاقتها. جاوبتك. اي مع السلامة. اي. عندنا قسط. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، تفضلي. شلونك دكتور؟ أني دكتور أحب أشكرك كلش هواية وربي يوفقك ويجعلها إن شاء الله بميزان حسناتك. أنا دكتور ما صعدت وياك يعني بس من خلال فيديوهاتك وشرحك أثناء يعني اللايفات من نص ساعة قستات فعرفت الحالة مالتي وقيمتها. لذلك إنه اتبعت الخطوات اللي أنت تشرحها والكلام اللي أنت تشرحه يعني والله كلام قمة من الروعة وكلام من الذهب ويا ريت إنه الناس تلتزم بيك يعني سبحان الله اللي أوهبك هذا العلم والمعرفة. نعمة من الله. أي دكتور أني كانت حالتي دكتور كنت أعاني من نفخة زايدة من بعد الأكل وكان يعني مثل ما تقول إنه عندي قولون عصبي حسب شرحك وفهمك للموضوع. وطبقت نصايحك بالحرف الواحد حتى التزمت بنظام الكيتو بحذافيره. تركت النشويات بالكامل وأنا يعني من محبين الصيام المتقطع. أنا من كنت مراهقة دكتور 18 سنة كنت أتبع الرجيمات والدايت وكانت عندي خربطة بالهرمونات وراجعت أطباء كوما دكتور بالعراق كوما يعني خسرت مصاريف يعني وما حد عرف هاي الحالة وما حد قدر يعالجني. طيب خربطة بالهرمونات الأنوثة والذكورة يعني عندك أي دكتور كان يطلع لي يعني شعر زايد الدورة تتخربط كل 6 أشهر كل سنة مرات تغيب سنة كاملة يعني ما تجيني الدكتور وأنا بنية شابة. تكيس موبايل. نعم دكتور بس سبحان الله يعني والله على فيديوهاتك وشرحك يعني حتى طبيب ما راجعته نهائيا. سبحان الله الدورة قامت تجيني كل 28 بالشهر دكتور والشعر الزايد خف بوجهي وما أقول لك بشرتي الصفاء اللي صار ببشرتي يعني من تركت الجلوتين والنشويات. يعني أنا عايشة بأوروبا دكتور وتعرف هنا الماركات العالمية اللي عندنا مال الكريمات والمستحضرات التجميلية استخدمنا أنواع والله العظيم يعني حتى لما كنت أروح سيفورا العالم حفظت وجهي وتركت كل شيء دكتور. تدري أنا أسبوع كامل ما أغسل وجهي والله العظيم يعني نظارة وصفاء وحبوب ماكو دكتور والحمد لله والشكر حتى الشعر قمت ما أشيله يعني سبحان الله يعني أقول فعلا المعدة هي بيت الداء. صحيح. يعني قلت لك الدورة تنظمت عندي الأكل يعني الحمد لله والشكر قمت آكل وجبتين فقط باليوم فري جلوتين نشويات ماكو حلويات ماكو مستمرة على خل التفاح من 6 أشهر قبل كل وجبتين. بس أنا دكتور يعني فري نشويات كلها قطعتها الكيك والكعك وإلى آخره يعني حتى لما أطلع برا ما أكل بأكل المطاعم أنتظر ألتزم بأوقات الصيام أرجع للبيت يلا أكل. طيب أقول أخاف يتخربط عندي النظام. طبقتي أيضا تمرين تنفس؟ كل شيء طبقت دكتور والحمد لله والشكر يعني قلت لك حتى بطني لزقت بظهري بدون ما ألعب تمارين رياضية وبدون ما كل شيء أسوي بس على الصبح على الريق أروح أتمشى مسافة ساعة ساعتين يعني تعرف شغل ودوامات وأدز بنتي على الروضة وهاي كلها أنا بلا فطور. حتى الكافيين ابتعدت عنه يعني قللت بس شاي أخضر ملتزمة بيه
والحمد لله والشكر، نعمة وفضيلة من رب العالمين وفضلك أنت دكتور والله العظيم. كلها من رب العالمين. بس أنا حيل أيضا أشكرك دكتور. أنا أشكرك، بس وضحي لنا أيضا يعني أنت أكو قصة التقبل، يعني تقبلتي الدنيا اللي أنت عايشة بيها والبلد اللي الحمد عايشة لله فيه والشكر دكتور، تقبلنا وهي تجي من الصحة دكتور. يعني إذا الإنسان مخربطة صحته ويعاني وهاي شيء أكيد ما راح يتقبل، راح يعني ما راح يحمد نعمته مثل ما نقول. لا بس أنا أقول سبحان لك الله، يعني أنا كنت أحب آكل بالمطاعم هاي كلها تركتها دكتور. قمت أطبخ بيتي نظيف، أكلي بالبيت نظيف وآكل وجباتي منتظمة والحمد لله والشكر، راضية بفضل الله وشاكري. الله الشكر. لا أنا أشكرك، بارك الله بيك. وين رحم الله قاعدين أنتم والديك يا دكتور، دولة عايشة؟ يجعلها بميزان حسناتك ويرحم والديك. والله معلوماتك قيمة. يعني أنا أنصح البنات اللي تعاني من تكيسات، مبايض، شي أمور، تلتزم بالصيام المتقطع وكلام الدكتور. والله يعني علاج ما إله مثيل. يعني أنا خسرت الملايين على الدكاترة دكتور، حتى جيت لأوروبا كل شي ما سووا لي، هاي تحاليل وما أعرف شنو، ويعطوك علاجات إيه. وما تفيد. بس قولي لي المجرد أنت وين عايشة بأوروبا؟ عايشة بفيينا دكتور. نمسا. اي نعم بالنمسا. بارك رغم الله الرقابة فيك. اللي عندنا دكتور ورغم الأطباء والهاي، بس ما عرفوا الحالة مالتي شنو. يعني حتى تكيس المبايض ترى دكتور يعني شيء صعب، يعني المرأة لا تستهان به والله، يعني جديات، لأن هو اللي يحدد سعادتها ويحدد جمال بشرتها وجمال جسمها يرسمه إلها. فإحنا مو كل شيء نروح نلجأ للعمليات التجميل والمستحضرات، ترى المستحضرات التجميل ما تفيد البشرة أبداً. غير من هيك الأكل. صار عندك أطفال لو أنت شنو وضعك؟ أي الحمد لله دكتور، صارت عندي طفلة. يعني ورا ما طبقتي لي اللي أنا بعد ما طبقت نعم دكتور، كنت منفوخة دكتور. يعني رغم أنا جسمي ضعيف بس عندي حداد البطن يعني فوق الرحم شوية يعني ممتلئة، يعني مبينة إنه عندي شحوم على الرحم. إذن يعني بعد ما طبقتي الأشياء اللي أنصح بيها الحمد لله صار والشكر. عندك حمل. صار عندي حمل والأعراض كلها اختفت، وقلت لك أهم شيء الدورة انتظمت عندي دكتور. طيب بعد ايش قد وصار عندك حمل من تطبيق النصائح؟ ماكو شهرين تقريبا والحمد لله والشكر حبلت. والدكتور الدورة يعني سبحان الله كانت سنة ما تجيني. صحيح. والله يعني فد مرة حتى بشرتي حبوب بالذقين، يعني هنا شعر خشن مثل الرجال. هسه هاي كلها الشعر اختفت، شلون وضعه؟ الشعر كلها اختفى من عندي دكتور. قلت لك أسبوع كامل أنا ما أخذ وجهي، يعني ما أشيل الشعر، حتى مستحضرات ما أخلي، لا كريمات ليلية ولا نهارية، غسول بالأسبوع مرة يمكن. يعني قبل سابقا كل أسبوع تشيلين الشعر؟ كل أسبوع دكتور، مرات كل أسبوعين، يعني هيك أطول يعني. بس أنا اللي أشوفه يعني حتى شعر راسي اتحسن دكتور، كانت تعاني من التساقط يعني. والحمد لله والشكر. نشرب تخلط تفاح، وسمعت كلامك علي والقيم الذهبية اللي أنت حكيتها عنه، وفعلا أنا شفت نتيجة عليه. بارك الله بيك، هذا كلامك يعطيك كافي. العافية دكتور، يعطيك العافية ورب يجازيك. والشفاء من الله سبحانه وتعالى. والله حيل كبير عند رب العالمين. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. ولا عزيزتي، لا ولا مع السلامة. الحمد لله والشكر. يا الله. تفضل. تفضل. السلام عليكم دكتور. تفضل، كان لغيناك يا معود. السلام عليكم دكتور، شلونك؟ شلون صحتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويحفظك دكتور. دكتور أنا تقريبا من 4 سنوات إلى 3 سنوات أعاني الصبح لما أقعد من النوم، أعاني بألم تقريبا بالجهة اليسار، يعني بهيك بجهة القولون اليسار، أعلى من الحوض وأسفل من الأضلاع.
من فقط قال لك الصباح يعني من قال لك خلال القولون تقريبا وجهة اليسار؟ اي منو قال لك القولون وجهة اليسار؟ والله اني راجعت الدكتور قال لي هذا القولون النازل ما اعرف شو اسمه ما اعرف صحيح. اي بس القولون تقريبا بكل جهات البطن موجود. بالضبط هو محيط بالجسم كله فهذا اللي قال لي الدكتور انه هذا اي القولون النازل طيب اي فهو القولون حاولت وهيك في القولون الرقعه يعني قصة مكررة يا حبيبي. ما والله دورت بالفيديوهات ما لقيت الجهه اليسار يعني هاي بس فقط الصباح الالم يجينا فقط عند الصباح. هو مو خصيصا هذا اللي انصح بيه يعني، مو خصيصا لجهة اليمين او جهة اليسار. زين دكتور ليش يجيني فقط عند الصباح يعني اول ساعه تقريبا نقعد من النوم وهيك شيء؟ عندك الكورتيزول مرتفع، هذا هو اللي يصحيك الصبح. هو الكورتيزول هرمون مال توتر فيتوقف، فمن تتوتر الصبح هذا شيء طبيعي، بس عندك يجوز مبالغ به الهرمون هذا الكورتيزول فيسبب لك توقف الجهاز الهضمي، وبالتالي القولون ينتفخ لأنه يتوقف، هو اللي يطرد الغازات لحظة بلحظة. من يتوقف تتجمع الغازات، هذا اللي صار عنده مصادفة بجهة اليسار. دكتور ممكن الكانديدا ايضا تاثر؟ لان انا عندي كانديدا تحليل سويت عندي كانديدا. الكانديدا نتيجة توتر. اها والحل دكتور؟ الحال يعني أبسط شيء أول ما تقعد الصبح تسوي رياضة، تمشي أو تلعب رياضة، تمارين سويدية، حركة يعني تحتاج شوية تخفف الستريس وتخفف الكورتيزول. ان شاء الله دكتور ان شاء الله. هلا شكرا حبيبي، جزيلا. الله ياك، مع السلامة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، تفضلي. دكتور بس بسألك سؤال، بس ما أدري يعني هو يعني عندك الإجابة أو لا. تفضل. الطحينية حقت اللي ناكلها مع التمر هذه مناسبة للسكر ولا لا؟ مناسبة بس مو ويا التمر. الهردة على القول اللي يسمونه الهردة. ايه احنا نسميها راشي بالعرق، يعني هي تبدأ من السمسم. ايه زيوت صحية هاي، بالعكس ممتازة. شكرا دكتور. يا لا عزيزتي، صعد قسط آخر إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أنا صار لي 4 أشهر أعاني من توتر، قلق، هلع، ضيق بالتنفس، وسواس، موسوسة يعني مال مرض. التزمت، شربت خل تفاح، أخذت بكتيريا نافعة، أخذت إنزيم هاضم، عندي D3 B12 مصفر يعني كلش نازل عن الحد الطبيعي. شربت أخذت أوميجا 3، شربت منغنيسيوم قبل النوم جاي أشرب، بس دكتور بعدني نفس الشي، يعني بعدني أحس بخوف وقلق وتوتر، وعندي دوخة ودوار صار 4 أشهر. طيب تطبيقك هو ناقص يا ستي. أنت شوفي هاي الشجرة بالحديقة، شجرة ما تعجبك تريدين تقلعيها، أنت شو تسوين؟ تقطعين الأغصان مالتها ورا شوية ترجع، قطعيها مرة ثانية ورا شوية ترجع. احنا من نزولها من عرقها، من العرق نشيلها ونذبها بالشارع، هذا اللي حاصل. ما تزيلين الشجرة من عرقها. شلون؟ زين شنو أسوي؟ تابع الفيديوهات. ناخذ قسط آخر. عندنا قسط يحمل. يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيكم، تفضلي. دكتور أنا إلي حوالي 15 سنة عندي التشمع بالكبد وعندي القولون العصبي. بقدر آخذ بكتيريا نافعة على طول ما يضر الكبد، والخل ما يضر الكبد على طول آخذهم ولا خلاص؟ ينفع الكبد المتليف ولا يضره. أيوة يعني تابع طول العمر تكمل بالبكتيريا النافعة وبالخل. نعم. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك دكتور؟ هلا بيك. دكتور بلا امر عليك، انا ليش من اخذ البكتيريا النافعه تاذى؟ ما له علاقه بالبكتيريا. ما انا بطني دائما مساك، يعني دائما هسه من اخذ البكتيريا النافعه جاي تاذى. البكتيريا النافعه موجوده عند كل البشر. مع السلامه. يكون شيء موجود طبيعيا فالمفروض ما يأثر. نقصت. دكتور عنده خدر يعني بفخذي وانا حتى وانا امشي. بس خدر بفخذك من تمشين؟ اي والله بس خدر. تركي ذا بس خدر مو فد مشكلة. يعني خدر يظل يأذيني ألم مو طبيعي. تقولي لي خدر النوبة صار انقلب ألم؟ اي والله يأذيني يظل يعني بدي بس اقعد بالقاع. عندك أعراض أخرى؟ ما راح نقول لك جاوبني. اي عندي يعني انا شلون يعني سوفان، عندي ظهر هم عندي انزلاق وبالرقبة هم عندك انزلاق لو سوفان. اي وبالبطن عندك انفاخ وغازات. لا بس هذا عندي، ما عندي شيء يعني. عندك انفاخ وغازات، قولون العصبي وارتجاع مريء عندك. كيفك انت؟ يلا مع السلامة. صعد قسط آخر. الو السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور أنا أشكرك على تمرين التنفس وخلط تفاح، يعني ذني جدا مفيدات للتوتر وللقلق. أنا كان عندي قلق وقولون عصبي، استمريت عليهن. ما أقول لك هواي، أنا متابعك من العام يعني الصراحة. استمريت عليه. خلط تفاح هسه أنا دا أخذه باستمرار، أخذه مرتين باليوم. حلو. الحمد لله والشكر. جزاك الله خير دكتور، وميزان حسناتك إن شاء الله. دكتور أنا بس عندي شغلة واحدة. وهي عندي رمل بكلياتي وما دا أعرف شلون أتخلص من عنده. يوميا أشربه. هسه راجعت الدكاترة، أنا كانت عندي حصواية نازلة، تخلصت منها اشرب وقعت. مي زايد بس. أشكرك دكتور. هلا 3 لتر باليوم. مع السلامة. أشكرك. السلام عليكم هلا عزيزي، تفضل. دكتور. ألو. تفضلي.
دكتور أنا عندي ابني عمره 22 سنة ودائما يحس برجلي يعني. يتكلم هو وياي. يمك قريب؟ اي دكتور، يعني أقدامه يلا يقول أحس. خليجي يحكي. خاف يتأخر علينا لحظة على ما يجي. خلي عيد الاتصال. ساعد قسط آخر. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير، مساء الخير، كيفك؟ تفضلي. الحمد لله. أنا يا دكتور عندي انتفاخ في البطن ومسبب لي حساسية صدرية. درت الخل التفاح ودرت التنفس، مفيش تحسن واضح. جبت هلبة حاجات من الكال خبزة والحلو، مفيش تحسن. طبقي بقية النصائح. مع السلامة. بالنسبة للحالات اللي ما يتحسن، أجسام البشر تختلف من واحد لواحد، هاي كل سنة عيدة. ربما واحد يتحسن خلال يوم، ربما واحد يتحسن خلال أشهر يحتاج. تفضل. 2 صاعدين وماكو. ألو، السلام عليكم. تفضل يا عزيزتي. عليكم السلام. شلونك دكتور؟ هلا بأهل الموصل، شلونك؟ مليحة؟ يلا شبيش؟ ما نقدر ننتظر يا عزيزتي. صعد قسط آخر. باقي لنا تقريبا ربع ساعة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور، أنا بطبق جميع النصائح اللي أنت منزلها بالفيديوهات، بس بدي أسأل شغلة. خلي التفاح كم نستمر عليه؟ أنا هاي قاعد أشرب خل التفاح وكركم. شو المشكلة؟ يعني ما يضر؟ ما بيضر؟ شو يضر؟ هو سموم هو؟ الناس في يستخدموه من آلاف السنين. لأني سمعت إنه إذا ضلينا عليه. ما لي علاقة، سمعتي. صعد قسط آخر. السلام عليكم. عليكم. دكتور أنا عندي مقاومة أنسولين، يعني سكر، بس ما أعرف الدكتور أشو بدون تحليل قال لي أنت عندك مقاومة أنسولين وعندك دهون على الكبد، والعلاج اللي أخذه فقط هو الأمبيكت أم. يعني صحيح يضر إذا أخذته هواية؟ يعني صار لي تقريبا 3 أشهر 4 أني أخذه. أنت ما قال لك، ما وضح لك مين تجي مقاومة الأنسولين؟ لا والله، قال لي يعني أنت أكيد عندك مقاومة أنسولين، لكن هو حلل قال لي أنت عندك سكر. فهم يا من عندي. أنت تفرطين بالسكريات والنشويات، يعني مو كلش والله دكتور. التوتر النفسي يسوي مقاومة أنسولين لو تبقين صايمة مدى الحياة. واضح؟ نعم. مع السلامة.
شلونك دكتور؟ هلا بيكم، تفضلي. دكتور بس شوية تتحملني يعني أني لا أنا أتحملك إذا حالتك غير مكررة. لا والله دكتور إن شاء الله. دكتور أنا عندي وجع بالصدر الأيسر وبالظهر ودقات يعني القلب سريعة. رحت أكثر من مرة، سويت لا تخطيط تروحي، إيكو كملي جهد بقية الأعراض. كله سليم. ألم بالمعدة، تقيؤ، معدة بيت الداء. خفقان، يعني دقات قلبي توصل 160. ما تحملت، شفتي؟ لأنه حالتك مكررة. والله عندنا قسط آخر. ألو السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور عندي بنتي عمرها 18 سنة. 18 سنة هي لازم تتكلم. مو هنا، هي ما موجودة والله، عندها دوام. مشكلتك هاي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك دكتور؟ هلا بيك هلا عزيزي. بلازح ما عندي نفسي يوجعني، سابقا عندي سكر كان، وبعد ما حللت، يعني قبل سنة حللته، ودوخة عندي. ايش تريد هسه يا عزيزي؟ ها؟ نفسك يوجعك؟ يعني شنو الحل دكتور؟ لا ما يوجعني، الثقيل من سحبه ثقيل. ثقيل. ما يجي مرات. شنو عندك بالبطن؟ بطني هيك بيها مرات قالون يصير عندي. قالون هو السبب حبيبي. مع السلامة. عندنا هنا قست ينتظر. الو تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور الخل يعالج الدهون اللي على الكبد؟ خفف إن شاء الله. يخفف من عنده؟ نعم. نصعد قست. تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. كيفك؟ كيف صحتك يا دكتور؟ ان شاء الله مليح. الحمد لله مليح. انا من سوريا. شرفني. الله يخليك دكتور. انا من سنتين سويت عمليه يعني معتبر بين الشرجيه وبين هذا، وحتى الان ايش قد اكو دواء التهابات وشغلات، وهل عندي هالجرح محل صوندا وما يطيب، حيشاك يجي الوسخ والدم، وراجعت دكتور، سويت ناظور، سويت كل شيء، وحتى الان معالج وما يطيب عندي. زين، عندك حالات أخرى؟ ما أعرف وين راح. عموما حالتك جراحية، يعني ما أقدر أفيدك بيها. عندنا قست ينتظر. صعد قست. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور عندي والدتي عندها تشمع بالكبد. والدتك لازم هي تتكلم. مع السلامة. عندنا قست آخر. السلام عليكم. هلا بيك. شلونك دكتور؟ هلا. بلا زحمة. تفضلي. بلا زحمة. عندي لا رحمة.
أني يصير عندي تشنجات كل جسمي، برجلي بإيدي حتى من أشعر. وشوف السبب حالة، حتى أصابعي تتطبق هسه، أصابعي تنطبق ما تنفتح. زين. شنو عندك أعراض بالبطن؟ بالبطن؟ إيه. ما أدري والله، يقولون ساعة واحد يقول لي دكتور عندك قولون، واحد يقول لي ما عندي، وما قاعدة أفهم. المعدة بيت الداء، تخلصي منه بمتابعة الفيديوهات. مع وهذا السلامة. السبب والله. صعد قسط آخر إن شاء الله. تخلصي منه بمتابعة الفيديوهات. مع السلامة. نقصت. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور عندي جائش انقطع القسط ما أعرف ليش. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أنا عندي دوخة دائما مستمرة، خاصة من أجي آكل تستمر عندي قوية. عندك بعد أعراض؟ وعندي نفسي مرات يعني قوة هم أسحبه، ودائما عندي الدوخة ارتجاع مستمرة. مريء وقولون عصبي. اي والله دكتور، وعندي هنا الفجرة مالتي حيل توجعني، تضرب على ظهري. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، تفضلي. دكتور عندي قولون عصبي وعندي ارتجاع بالمريء سؤالك مكرر. وعندي نقص حديد عندي. سؤالك. مع السلامة. نصعد قسط آخر. تفضل. نصعد قسط، ربما يكون القسط الأخير. يا الله. تفضلوا. الو تفضلي. دكتور أنا تركماني، يعني ما أعرف أحكي عربي كتير. يعني هاي مشكلتي، أنا ما تعرفين تحكين عربي كثير. يلا اي تفضلي. دكتور أنا التهابات متكررة يعني كل شهر. عندك ضعف بالمناعة. إذا عندك ارتجاع مريء هو السبب، ايه أو توتر نفسي عندك. ايه شوفي الفيديوهات حتى تتعلمين شلون تعالجين نفسك. مع السلامة. تمام دكتور، تمام، شكرا. هلا مع الأخت ننهي البث، وإن شاء الله أنا فدتكم وأنتم أسعدتوني والله. مع السلامة.